الكشري المصري من ألذ وأخف وأطعم أكل ممكن تاكليه على سفرة رمضان، وجميل وبيأكل جدًا. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بينا نطبخ مع حنان. وكمان هنعمل مقبلات أو مقرمشات حلوة أوي تطعّم الأكل. معايا عيش بلدي، عيش بلدي قصقصته أهوّة، عايزة تحطيه في الفرن بمعلقتين زيت وتملّحيه أوكي، وتملّحيه كده وتحطي له توابل حلو. عايزة تقليه، عندي الزيت اللي أنا اللي هو الراعي الرسمي بقى للأكلة دي. الزيت أهوّة زيت غزير، قليته فيه، ما بيشربش زيت على فكرة العيش، نزلت بيه سخن جدًا. أول ما نزلت بيه كده ياخد اللون الدهبي ده حلو. ول ولمّا أطلّعه هارُش عليه زعتر محبّش وملح، بيبقى حلو جدًا، بيبقى أحلى من الشيبسي وأحلى من المقبّلات كلّها. طعمه حلو بيخلّي الأكل حلو والولاد بيفرحوا بيه كمان على سُفرة رمضان. يالّا بينا، معايا بصل برضه جوانح، عاملة بصل مقطّعة بصل برضه كمية بصل، البصلة عليها معلقة نشا. أول ما أقطّعه كده ما أحطّش النشا إلّا والزيت سُخن أنزل بيه على طول، أحُط معلقة النشا على البصلاية. تعملي بقى 4 بصلات، تعملي بصلتين، اللي يريّحِك، أنا باقول لِك الكمية. الزيت سُخن جدًا، نزلت بيه حبّة، حبّة ما تحطّيش كتير، واحدة، واحدة. أنا هاحمّر بس مرّة واحدة كده معاكم عشان الفيديو طويل غصبٍ عني. العدس غسلته ما نقعتوش ولا حاجة، وحطّيت له مَيّة كتير، أهم حاجة العدس عايزة أتكّته، حُطّي مَيّة كتير، وحطّيت كمّون وحطّيته على النار غطّيته، مش هاسوّيه أوي. البصل أهو ياخد اللون الدهبي الحلو ده، ما تحرقيهوش، لو حرقتيه يبقى ممرّر مش حلو. حمّريه حلو، خلّي لونه حلو كده فيه تَكّة كده، الأصفر مقرمش كده، النشا منشّفه جدًا، أوكي. يالّا على ما الدور التاني يتحمّر بقى كمان المكرونة اللي أنتِ عايزاه، اسباجيتي، عُقَل، ملولوة. أنا هاحط 3 أشكال كده موجودين عندي على بعضهم، برضه ده حسب رغبتِك. بُصّوا البصل، باقول لكم بُصّوا البصل ما شاء الله عامل إزاي، مقرمش إزاي. أخلّص برضه الكمية والمقرمشات اللي أنا مقليينها برضه حلوة جدًا، تفتح نِفس الولاد وتشجّعهم كده على الصيام وعلى الفطار. غليت مَيّة أهوّة للمكرونة، حطّيت فيها ملح، حطّيت فيها معلقة ملح. يالّا بينا الزيت صفّيته مطرح البصل ومكان البصل ومكان العيش، صفّيته وحطّيته في بولة كده جنبي، نزلت بالشعرية باخد بقى منّه، أبدأ بقى واحدة، واحدة، خدت منّه كده إيه نُص كبشة كده على للرُز. على ما المكرونة تتسلق نعمل الرز كده على طول. حطيت الشعرية باحطها قد الرز. الشعرية هاعمل نُص كيلو رز، هاحط نُص كيلو شعرية. كتير يا حنان حطّوا أنتم أقل، ما فيش مشكلة، أنا باحب الشعرية أكتر كمان. غسلت الرز، نُص كيلو رز أهوّة على الشعرية، وغسلته على طول ما نقعتوش، صفّيه بس بسرعة، بسرعة. ونزلت بالشعرية خدت لون برضه أصفر كده حلو مقرمش كده زي ما أنتم شايفين اللون جميل ده. يالّا شوّحيه، الكاتل سخّناها أو ما فيش حُطّي برّاد على النار، لازم تنزلي عليها بمَيّة بتغلي. ليه؟ هيفضل مفلفل من أول واحدة لآخر واحدة. المكرونة ال المك المكرونة اتسلقت، المكرونة اتسلقت أهي كمان. هنعمل إيه في المكرونة هاقول لكم عليها دلوقتي. هانزل بمَيّة بتغلي على الرز أهو. أول ما يغلي ويتشرّب غطّي عليه وسيبيه على جنب، ما بيحصلوش أي حاجة. فلفل أسود وملح بس، الرز بشعرية، فلفل أسود وملح. المكرونة اتسلقت، حطيت تاني معلقتين تاني زيت أهو من بتاعنا اللي إحنا محمّرين بيه الراعي الرسمي. معلقة توم في الطاسة، معلقة توم، 4 معالق زيت، ومعلقة توم مهروسة من اللي إحنا مفرّزينها مع بعضنا قبل رمضان. أنتم شايفين بتنفع أوي. المكرونة اتسلقت أهي، نزلت بيها، دي التَّكة دي مهمة جدًا وتخلّي الكشري المصري تحفة، تحفة. شوّحيها بقى كده، شوّحيها وسيبيه، بس إحنا هنشوّحه بس مش هنعمل فيه أي حاجة تاني. نزلت بيها، شايفين المكرونة لمّا اتسلقت نزّلت عليها ب ب يعني إيه، بإزازة مَيّة بس كده على طول، على طول، علشان ما تلزّقش بس ببعضها. أوكي، قلّبنا كده، حطيت ملح وفلفل، رشة ملح ورشة فلفل بس. يالّا بينا كده المكرونة كده خلصت والرز كمان كده خلص كمان أهو. يالّا بينا، ومعايا برضه الزيت تاني برضه معلقتين زيت ومعلقة توم، معلقة توم مهروسة. لون أخد لون أخد ياخد بس لون أصفر، هانزل بالعدس، العدس اتسلق وصفّيته ما غسلتوش. يالّا نزلت بيه ما ال الموبايل باين له صايم والّا إيه، كل سنة وأنتم طيبين. نزلت بيه على طول، طشّيته بقى بيه. ما تقلّبيش، إحنا مش باقلّب، أنا باهِز كده علشان مش عايزة أفرفط العدس، مش عايزاه يلزّق في بعض، أنا عايزاه يبقى مفرفط كده واخد نكهة التومة والزيت مفرفر، أوكي. يالّا بينا ناخد آخر حاجة، آخر 3 معالق زيت أهو في حلة بقى
كده بولة، نعمل بقى الصلصة بتاعتنا، ومعلقة برضو توم تاني، آخر معلقة توم تاني، لأ لسه في الدقة كمان. يلا بينا. برضو ياخد لون أصفر. ضربة طماطم ومصفياها. ضربها ومصفيها بتبقى حلوة أول ما تضربيها في الخلاط وتصفيه. لو الخلاط عندك بينعمها كويس مفيش مشكلة. يلا بينا. الفيديو طويل غصب عني، حاولت اجري فيه اكتر من كده، بس هو كده مظبوط قوي قوي. برضو الموبايل صايم، اللهم اني صايم. الموبايل صايم ما جابش التوابل كزبره ناشفه نص معلقه، نص معلقه بابريكا، ونص معلقه فلفل اسود وكمون، وسبع بهار ربع معلقه، وحطيت ملح وسكر ربع معلقه سكر، وحطيت نص معلقه ملح او اكتر شويه، وكده سبتها تتسبك. خلاص هسيبها تتسبك. معايا بقى البوله، نفس البوله اللي كان فيها الزيت سبت مكانها استخدمتها تاني. هسيبك؟ لا تعالي يلا بينا. حطيت ربع كوبايه خل، دي هعملها بقى اللي هي الميكس، اللي هي التوم، اللي صوص التوم والشطه، لا هخلي مع بعض، احنا بنحبوها كده. حطيت خل، شطه، معلقه توم، وغليت الميه، وحطيت برضو ربع معلقه سكر، ونص معلقه ملح او اقل من نص عشان اظبطها كده. خل وتوم وشطه وسكر وملح، ونزلت الميه بتغلي عليها، واركن على جنب. يلا الطماطم اتسبكت اهي كمان معانا. يبقى العدس كمان فلفلناه. المكرونه طشناها برضو في الزيت برضو، في الزيت والثوم، بتبقى حلوة قوي. جربوها هتعجبكم جدا. المقرمشات اهو، وجبة جميلة ولذيذة وخفيفة، وتشرفك في عزومة. ما انا كنت انا والولاد لازم كده نعمله جو سبايسي كده حلو قوي. شايفين الرز؟ بسم الله ما شاء الله، مفيش حباية لازقة في التانية. ليه؟ حطينا مقدار الرز كويس قوي. احنا حطينا مثلا نص، هنقوله مثلا نص رز عليه نص ميه على طول. 4 كوبايات رز 4 كوبايات ميه. وكمان الرز ما بيتنقعش، الرز يتغسل ينزل على طول. الميه تنزل عليه بتغلي. اوكي، شايفين كل حاجه ما شاء الله مفرفره ازاي؟ مكرونه مفرفره، الرز مفرفر، العدس مفرفر. ايه ده؟ ايه الفرفره اللي احنا فيها دي؟ ايوه. رز زي ما انت عايزه، عايز تحط الرز تحت، الرز المكرونه فوق، براحتك. دي حاجه ترجع لك انت بقى، الديكور ده بتاعك، دي كلها بتاعتك انت. حطي براحتك، حطي صلصتك، وكمان عايزه تحطي في الدقه تحطي فيها ليمون. خلي كل واحد يحط هو قدام منه في طبقه احسن. تمام. هجهز معاكم طبق تاني. البصل مقرمش جدا جدا جدا، مقرمشاه، مطلع لونه حلو. حطيت بقى الرز. يلا ده الكاميرا عامله علشان البخار كله مطلع بخار على كاميرا الموبايل. كده المغرب خلاص بيأذن. يلا بينا خلصي يا حنان، يلا بسرعه بقى، اللهم اني صايمه. اعملي عصيرك، اعملي العصير اللي انت عايزاه. سوري. حطيت رز، حطيت مكرونه، حطيت عدس، حطيت صلصه. نزوق بقى بالبصل. انا عامله بقى بكميه بصل كده حلوه كده، اعملي ديكور. لو عندك اللي هو الحمص حطي، ما عملتش حمص، ما لقيتش حمص هنقف، لا مش هنقف. خلصنا اهو، حلو جدا جدا جدا. يا رب اكون بس فدتكم باي حاجه، لو حاجه صغننه قد كده. ويا رب بس يعجبكم كمان طريقتي فيه. الكام تكه اللي فيه تشويحه المكرونه بالتومه دي حلوه جدا، ما تنسوهاش. وبرده العدس نفس القصه كده. ويلا اتفضلوا معانا، واحلى سفره واحلى وجبه واحلى اكل. حط الليمون، ما تنسيش الليمون كمان عليه، والمقرمشات. واشوف وشكم بخير فيديو جديد. مع الف سلام، في رعايه الله وحفظه. باي باي.